هنعمل النهاردة حاجة حلوة وسريعة ب3 مكونات بس، مقرمشة وطعمها لذيذ جدا وأخدة لون ذهبي حلو. احفظوا الوصفة دي رمضان لأنها حلوة وسهلة ومكوناتها بسيطة ومش مكلفة. كتير عملوا الوصفة دي على اليوتيوب بس كل اللي جربوها بيقلوها في طاسة زيت غزير. احنا طبعا بتوع الاير فراير هنعملها بأقل من معلقتين زيت. ولو أول مرة تشوفيني أنا قناة سو لايف هتلاقي عندي قائمة تشغيل لكل وصفات الاير فراير. في الوصفة دي هنحتاج كوباية كبيرة من اللبن اللي هو الحليب وعليه معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة، المهم تكون ريحتها حلوة وطعمها حلو. أنا استخدمت سمنة بلدي وممكن تضيفي كمان رشة فانيليا اختياري، وهرفعهم على النار وأقلبهم كويس لغاية ما اللبن يبتدي يغلي ويفور. هطفي عليه على طول وهنزل عليه بكوباية من الدقيق، مش مليانة قوي يعني ناقصة معلقتين 3 كده. أنا مستخدمة نفس الكوباية اللي عايرتي بيها اللبن هي اللي عايرتي بيها الدقيق. بنقلب بسرعة الدقيق اللي احنا منزلينه على لبن بيغلي، وطبعا طافيين النار. بقلب بسرعة وهي لسه سخنة عشان ألم العجينة مع بعضها بالشكل ده. لو حسيتي ان لسه في دقيق ظاهر او العجينة مش طرية معاكي ممكن تزودي معلقة لبن او معلقتين، ده بيبقى حسب نوع الدقيق اللي عندك، ممكن يحتاج لبن زيادة وممكن ما يحتاجش. بقلب العجين وبلمها بالمعلقة طول ما هي لسه سخنة. أول ما تبدأ الحرارة تهدى بلمها بإيدي بالشكل ده. شايفين العجينة بقت طرية معايا وناعمة جدا وسهلة التشكيل ومش بتلزق خالص. هي كده جاهزة، هغطيها عشان ما تنشفش مني ويلا بينا على الاير فراير. زي ما انتوا شايفين دول معلقتين زيت بس، هنشوف هنستخدم قد ايه. هدهن الشبكة كويس جدا بالزيت. ودلوقتي هنيجي لمرحلة التشكيل، تقدري تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه. ممكن الأول تقسمي العجينة كور متساوية قد بعض، وكل قطعة بتاخديها تبططيها بالشكل ده، تشكليها باستخدام أي حاجة عندك. ممكن تستخدمي مصفة البطاطس دي أو الشبكة المعدن اللي شكلها مربعات، هيطلع شكلها شبه صوابع زينب. بتحطيها عليها وتضغطي ضغطة بسيطة عشان تاخد الشكل، وبطرف صوابعك بتلفيها كده بالراحة من غير ما تضغطي عليها عشان ما تطلعش مكتومة من جوه. احنا عايزينها تبقى مفرغة شوية من جوه عشان تستوى كويس ومتبقاش معجنة ومكتومة. وابدأ ارصها في القلاية، والجزء المفتوح ده هو اللي هحطه على الشبكة. انا كررتها كذا مرة عشان تشوفوا الطريقة ازاي. هي اول مرة هتعمليها وبعد كده هتلاقيها سهلة معاكي. وحاولي متلزقهمش في بعض، سيبي بينهم مسافة صغيرة عشان ياخد لون من كل الجهات. انا هنا كنت بقربهم من بعض شوية صغيرة عشان لسه في قطعتين وانا عايزة اعمل الكمية كلها مرة واحدة. وباقي معلقتين الزيت اللي معايا هدهنها كويس جدا من كل الجهات زي ما انتوا شايفين كده، لان الوصفة دي بتتعمل في طاسة زيت بتبقى غرقانة زيت من كل الجهات عشان تتحمر وتقرمش كويس. فاحنا هندهنها زيت كويس، وطبعا الزيت الزيادة بينزل تحت الشبكة، وكل الزيت اللي استخدمناه ما كملناش معلقتين زيت. وهظبط الأول 5 دقايق على درجة حرارة 200، يعني هنبدأ الأول بدرجة حرارة عالية عشان تمسك نفسها وتبدأ تاخد لون وأعرف أقلبها من غير ما تتكسر مني. وده شكلها بعد 5 دقايق بدأت تاخد لون، وهحاول أقلبها قدامكم. شايفين بتتقلب بمنتهى السهولة، ما لزقتش في الشبكة، وبدأت تستوى من كل الجهات ومسكت نفسها بسرعة عشان عملتها على درجة حرارة عالية. ودلوقتي عايزة أقلل درجة الحرارة عشان ما تبقاش محمرة قوي من بره ومن جوه تبقى معجنة مش مستوية كويس. فقلبتها كلها على الناحية التانية، وهظبط الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 160. درجة اللون والتسوية والقرمشة حسب ما انت حابة، يعني ممكن تكتفي بكده بس، وممكن لو عايزة تخليها مقرمشة أكتر تزودي كمان 5 دقايق. وأنا هعمل كده، هزود كمان 5 دقايق على درجة حرارة 160 لأني بحبها تكون مقرمشة ولونها ذهبي جدا. شايفين الجمال وريحتها حلوة جدا، متحمرة كويس ولونها ذهبي ومش شاربة زيت، وكمان الزيت الزيادة نزل تحت الشبكة زي ما انتوا شايفين. وهنزل عليها وهي سخنة بشربات تقيل بارد زي بتاع القطايف. أنا بعينه في التلاجة بيقعد معايا بالسنة. بإذن الله هنبقى نجهزه مع بعض في تجهيزات رمضان. ولو ما عندكيش شربات ممكن تحطي عسل أبيض، وطبعا العسل الأبيض هيبقى صحي أكتر من السيرب. حلوة جدا، بحب أكلها وهي لسه سخنة. طعمها بيكون قريب كده شوية للقمة القاضي، بتبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية شوية بس مش معجنة لأن احنا عاملينها مش مكتومة. لو نفسك تعملي حاجة حلوة ومكوناتها بسيطة جدا جربوا الوصفة دي، عجبتني جدا في الاير فراير ومش فارقة خالص عن المقلية في الزيت.
بالعكس أحلى وأخف كمان. واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، أنا بفرح جدا لما بتكتبوا لي إن جربتوا الوصفة وعجبتكم. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.